لابد منهم في طويلة العيد، كيعجبو الصغار والكبار، كيجيو مقرمشين، كيدوبو في الفم. إلا عجبتكم الوصفة مرحبا قناتي وقناتكم سناء الصالح. بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو المكونات وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. كيحتاجو لنا في المكونات عندنا 500 غرام ديال الفورص رطب، نوعية جيدة ديال الحلويات، كنزيدو عليهم واحد ساشية ديال الفانيلا يعني وزن 8 غرام، كنزيدو عليهم قبيصة ديال الملحة، وعندنا 70 غرام ديال الزبدة يعني نوعية جيدة ديال البواطة أو سبيسيال. أنا دوبتها شوية لأن عندنا الجو البارد. صافي كنبسطو لينا كلشي جيدا، ما كنديرو لا خمرة الحلوى لا زيت يعني لا بيض، كنديرو غير هاد المكونات وكنبسطوهم جيدا. صافي باش نعرفو أنهم دخل هاد الزبدة مزيان، أنا غربلتهم في واحد الصفاي باش كلشي يتجانس معانا وعطينا واحد النتيجة جيدة. المهم أنا غنحول ليا هاد الخليط فواحد الإناء وعاد غنغربلوهم جيدا. صافي كنبقاو نغربلوهم كلهم جيدا، راه كلشي تيهبط لينا ما تيبقى حتى حاجة، غير حنا باش غادا نعرفو راسنا أننا خلطنا هاد المكونات جيدا باش هو اللي كيعطينا هداك التوريق ولا هداك الفلتراج اللي كيكون بين هادوك المورقات. كما كتشوفوا يعني ما خداش واحد الوقت، بسرعة كيهبط لينا هاد الخليط ولا هاد النواشف. صافي وعاد غنزيدو عليهم واحد كاس عنبة ديال الحليب دافئ، يعني ماشي بارد وماشي سخون، وغنزيدو عليهم واحد ربع كأس بين الماء وبين الزهر. يعني أنا خلطته، يعني عطانا هاد الكمية صافي يعني جمعت لي العجينة. العجينة مخصهاش تكون رطبة، تكون بحال غتصيبو الشباكية ولا الرزيزة، تكون شوية جامعة راسها باش تساعدنا وتطلق لينا يعني بسرعة يعني ما تعذبناش، لأن اللي كانت خفيفة كتبقى تلصق لينا في طاولة العمل وما كتجيش التوريق ديالها زوين. صافي بعد ما يعني جمعت ليا العجين ما غندير لها ما والو، غنديرها في بلاصتيكة ونخليه واحد تقريبا 5 دقائق 10 دقائق يعني ماكسيموم، ما نطولش على بال ما قاديت ليا هذيك البلاصة اللي غادا نخدم فيها. صافي غنقسمو لينا العجين كويرات صغيرة. تقريبا أنا درت أنا غير عيني ميزاني، تقريبا راه تبارك الله خرجت ليا الكمية. تبارك الله كمية لا بأس بها. قليت ليا النص خليت ليا تقريبا النص، مقليتش هي كلشي. تبارك الله كتجي هاد المعسلات زوينين، ما شاربينش لا الزيت وكيجيو مقرمشين. يعني المهم تبعوا هاد الخطوات اللي أنا درت. صافي بعد ما كورت ليا هاد الكويرات صافي غنديرهم في البلاستيكة باش ما ينشفوش لينا، وغنبقاو نخلطو ولا غادا نسرحو 3 ب3، يعني غنورقو 3 ب3 وحنا كنستعناو بالنشا. النشا هو ضروري ديروا النشا، ما ديروش الفورص لأن الفورص غادي يقصح لكم العجين وما غاداش يجي الفيلطاج بيناتهم وما غتجيكمش ديك التقرميشة. صافي بعد ما درت ليا 3 ب3 كندير مرة واحدة النشا، ما كنبقاش نقوي ولا كنبقاش نرش ليا طاولة العمل بالنشا. لأن العجينة عندي شوية متماسكة، يعني ساعداتني بزاف ودغيا دغيا زربت عليها، ما خداتش مني واحد الوقت. غير نتوما سرحوا ليكم هاك العجين جيدا، ماشي تسرحوها بزاف حتى يبان لكم سطح العمل، يعني بين وبين تحسوا بأن هادوك الطبقات تورقوا. صافي بعد ما ورقت ليا العجين كنلويوه وكنزيرو يدينا جيدا وحنا كنلويو باش ميجيش هادوك الفراغات وسط من هاد العجينة. صافي وملي كنقربو نساليو أنا كنقطع ليا البلاصة لأن كتجي شوية عوجة. صافي ديك الفائض اللي بقى لي ما كنلوحوش، كنديرو في بلاصتيكة حتى كنسالي وكنرجع عاوتاني نخدم بيه. صافي كنستعانوا بالماء باش كنلصقوا لينا العجين، لان تعرفوا نتوما النشا ملي كيكون على العجين ما كيبغيش يلصق لينا. صافي نعاودوا مره اخرى معكم طريقه يعني نفس الطريقه، يعني غنعاودها معكم باش تشوفوا الفكره كيفاش كنخدمها. صافي كنبقى بحال هكا وانا كندير النشا غير مره واحده كما كتشوفوا كنديرو بين طبقات. الطبقه الاخرى الفوقانيه ما كنديرش فيها النشا. صافي كنستعانوا بالمدلك وكندلكوه جيدا، يعني خاص تكون عندكم البلاصه سطح العمل تكون كبيره باش نتوما تدلكوا على خاطركم. صافي كما كتشوفوا كنلويو ليا القنت واللول كنبقاو غاديين كنزيروا يديا كنزير في الجناب ونزير الوسط باش ميبقاش هاك الفراغات، وانا كنمس يديا في داك الحربول باش نشوف واش كاين فراغات ولا لا. الا كان فراغات نعاود نرجع ونعاود نزيرو. صافي كنستعنوا بالماء بهاد الشيء رقيقه كندير بها باش كتساعدني. صافي وكنلويو لينا. بعد ما لوينا هادشي
غنوريكم باش أنا نورّق هاد المعسّلات. عندي هادي ديال الكريب، ولا هادي ديال الشيتا اللي كنت ندير معاكم بها. يعني شوفوا نتوما اللي عندكم ستيلو أي حاجة عندكم، لأننا غنديرهم صغيورين كيجيو حلوين وهما صغار. نقطّعهم يعني عشوائية، يعني ماشي ضروري العبار، تقريبا واحد سنتيم ونص وأنا كنقطّع. راه ساهلين في الخدمة، نتوما غتشوفوا كيفاش كنخدمهم، يعني كيجيو حلوين في المنظر. هذه تحلات ليا، غندير ليها شوية الماء صافي، وكنبقاو نقطعو لينا دوك الجناب كنحيدهم، وكنعاود نرجع ديك العجينة نعاود نخدم بها مرة أخرى. صافي كيما كتشوفوا. صافي هاد كيما قلت لكم هذه ديال الكريب هي اللي كنستعملها. أنا غير عطيتكم داك الشيء قلت لكم لا عندكم بحال هاد المقدار ديال هاد الفورمة ديال هاد العصية ديروها، أو شي مغرفة ديال العود عندكم، اللي عندكم. المهم ضروري تسرحوا لكم العجينة، غير نتوما ما تبالغوش وانتوما كتسرحوا. أنا غير كنجرب لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. أنا راه كنت كنضرب غير بشوية، ما كنوركش بزاف، غير أنا ما تنبغيوش منفوخين بزاف، أنا خليتهم شوية رقاق. نتوما بغيتهم منفوخين ما تورقوهمش بزاف، بين وبين. صافي كنحطوا لينا هاديك الأداة ديال الكريب كنديرها هي في الوسط، وعاد كنورقو هنا بالمدلك. صافي كيما كتشوفوا بعد ما ساليت ليا التوريق ديالهم غنقليهم مباشرة في المقلاة. ضروري تكون النار متوسطة بحال هكا قالوا البريوات، باش ما يتخطفش لنا اللون ديالهم ويتحمروا لنا من الداخل. لان كاين هذيك التجويفات اللي كيكونوا لداخل خصهم ضروري يدخل بيناتهم الزيت، وتحمر لينا هاد المعسلات ولا هاد الرغيفات تحمروا مزيان. انا راه خداو لي واحد الوقت وانا كنحمر فيهم. تبارك الله كيجيو زوينين. بعد ما كيتقلاو لينا كنوقفوهم في هذيك التجويفات باش يهبط لينا الزيت الفائض تاع الزيت وما يجوناش يقهموا. أنا ما طفيتهمش في العسل، غير دهنتهم شوية بالعسل ورشيتهم واحد شوية ديال اللوز، درت ليه الروح ديال البيسطاش. أي زينوا باش ما بغيتو، وزينت واحد شوية ديال الورد باش يعطينا ديك اللمسة ولا ديك اللون يعني اللي كيكون زوين. كيما كتشوفوا يعني هذا هو الزين ديال الطبق ديالنا ولا هاد المعسلات ديالنا، كيجيو زانين، يعني كيبقاو واحد المدة وهُم مقرمشين. إلا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع أصدقائكم وعرفتكم باش تشوفوا الفائدة، وخلوا لي واحد لايك واشتراك وتعليق محفز باش تشجعوني نقدم لكم كل ما هو جديد. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات أخرى. السلام عليكم.